أيام قليلة بتفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم للآثار بيستوعب 5 ملايين زائر سنويا. أول حاجة بنقطع التذاكر، والتذاكر للمصري هي 200 جنيه للفرد، وبناخد الجولف كار وبندخل على بهو المتحف أو الباب الرئيسي للمتحف. أما للجنسيات الأخرى بتكون كل جنسية ليها تذكرة بسعر مختلف. بندخل مع بعض بالجولف كار وبندخل من الباب الرئيسي. طبعا المتحف المصري الكبير بيضم أكتر من 100,000 قطعة أثرية. شوفوا يا جماعة دخلة المتحف عاملة ازاي، بجد المكان كان رائع. وأثناء ما احنا كنا في الجولف كار أنا مصورة التصميم الخارجي للمتحف من بره. بجد يا جماعة هو صرح جميل وعظيم بيشرفك قدام أي حد جاي مصر. بجد المكان من تكييف وتجهيز وتصميم بجد حاجة في منتهى الجمال والروعة. أول حاجة بنشوفها واحنا داخلين بهو المتحف وهو تمثال رمسيس الثاني اللي متزين بيه بهو المتحف الرئيسي. واحنا داخلين بنشوف التصميم والشكل المكان من جوه، بجد حاجة جميلة جدا ومشرفة لينا كمصريين. وجوه في كافيهات طبعا ومطاعم. المتحف بيضم أكتر من قطع أثرية وتماثيل متنوعة من عصور مختلفة، زي العصر الفرعوني واليوناني والروماني. وكمان التماثيل اللي موجودة، ومن أهم التماثيل هما بناة الأهرامات خوفو وخفرع ومنقرع، وكمان مجموعة من تماثيل المعبودات وتماثيل الملك سنسرت، وكمان الخدم والعمال. طبعا دي اللي بتعكس الحياة اليومية في مصر القديمة. لازم يكون طبعا معاك جايد علشان يشرح لك كل تفاصيل المتحف من حيث التماثيل أو القطع الأثرية، ويشرح لك كل قطعة ليها حكاية وكل تمثال يقول لك هو بتاع مين. فلازم يكون معاك جايد وانت جوه المتحف. انا كنت فرحانة جدا وبتصور مع تمثال رمسيس زي كل الناس كلها بتتصور مع التمثال. يا جماعة بجد حاجة جميلة جدا. المكان هتنبهر بيه جدا وهتبقى فخور بجد بانك مصري وانك حاجة دي موجودة في مصر. وبتتمشى جوه المتحف. طبعا في جنسيات مختلفة موجودة. دي القطع الأثرية في أكتر من قاعة موجودة جوه المتحف. القاعات كلها كل قاعة فيها حاجة مختلفة عن القاعة التانية. أنا من كتر القطع الأثرية واللي أنا شايفاه مش عارفة أصور إيه ولا إيه، مبقتش عارفة أصور إيه ولا إيه والله بجد. في أماكن جوه ليها تذاكر برضو عشان نكون إحنا عارفين. في أماكن جوه منها قاعة المومياوات. كل حاجة بجد جميلة وكل حاجة منظمة والنظافة وحاجة جميلة جدا أنا شفتها جوه المتحف. شجعوني بقى يا جماعة وعملوا لي اشتراك في القناة وسبسكرايب كده ومشاركة وشير ولايك علشان نشوف كل جديد مع بعض الفترة الجاية. وهيكون في ان شاء الله فيديوهات كتيرة جدا لأماكن كتيرة جدا جوه مصر. مصر مليانة حاجات جميلة ومليانة أماكن جميلة، لازم نحاول ان احنا نظهرها بالشكل اللي يليق بيها. دي التماثيل، تماثيل ملوك. يلا اسيبكم تتفرجوا على باقي الفيديو واقول لكم مع السلامة.